سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه. طول العمر. وصفه اليوم وصفه عن الزواج، وصفه لتيسير الزواج ان شاء الله، وتيسير الامور كل ان شاء الله لمقبلين على الزواج ولمد يد الحنه والمطلقات وحتى الارامل ان شاء الله باذن الله. وصفه جد رائعه وقويه ما شاء الله، مفعول تبعها قوي بخصوص رمضان إن شاء الله. وصفة سهلة وسريعة التحضير. غادي نحتاج فيها التمر ما شاء الله والحمد لله، معروف أنه التمر حلال، والتمر معروف في المناسبات، محظور في المناسبات، الزواج والخطوبة، الأعياد، المناسبات كلها تيحضر فيها التمر والسكر. وصفة ما شاء الله قوية ان شاء الله. ديروها وتعطيكم المفعول تبعها بسرعة، بخصوص الحين رمضان ان شاء الله ومع دخول الصيف. بيكونوا مناسبات كثيرة، بيكونوا الناس بزاف تتزوجوا، تكون الخطوبة، تكونوا الختانة، تكونوا الناس بزاف فرحانين، وتكون الناس بزاف تكونوا باغيين يتزوجوا في الصيف. اللي مهاجر خارج المغرب تدخل المغرب في الصيف، تبغي يتزوج، تبغي يكون حياته. هذه وصفة مزيانة الواحد يديرها، تكونوا الناس كلها فرحانة. يعني شهر الأعياد، شهر المناسب، شهر تدعيو فيه، تصليو فيه، الصيام يعني فيه الدعوة مقبولة. استغلوا الفرصة، ما حد رمضان قريب يكمل إن شاء الله بإذن الله. استغلوا الفرصة. وصفة جد سهلة بس بالتمر، يعني التمر موجود داخل البيت، موجود في أي بلاصة كاين فيها التمر. غادي ناخدو هاد التمرات وغادي نحتاجو خاتم. الخاتم اما ذهب، اما نقرة، اما فضة. والخاتم من احسن يكون ديالك ولا ديال ماماك. الا ما كانش عند ماماك ولا ما عندكش، احسن تاخدي خاتم ديال وحده تكون مزوجه، ماشي بنت، تكون مزوجه. خاتم يكون ديال وحده مزوجه، ولا ديالك نتيا ولا ديال ماماك. وماشي مشكل الا كان خاتم فضه ولا نقره ولا ذهب. غادي ناخدو الخاتم باليد اليمنيه وغادي ندخلوه في وسط التمره وحنا متقبلين ومتحجبين كما يكونوا يبحرك منا الصلاه. وغادي ناخدو التمره ونقربوها لفمنا، هي داخل الخاتم، ونقربوها لفمنا. وغادي نقولوا الدعاء، غادي نقولوا سورة الإخلاص 7 مرات، وغادي نقولوا سورة طه 7 مرات، وغادي نصليو على النبي 7 مرات. غادي نقولوا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاث به أحد استغثته، وإذا استنصر به أحد نصرته. اللهم زوجني، اللهم زوجني، اللهم زوجني 3 مرات. هنعيد الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد نصرته. اللهم زوجني، اللهم زوجني، اللهم زوجني. إذا كنت على خطوبة ومقبلة على الزواج، بعد الدعاء اللهم زوجني بفلانة أم فلان. إذا كنت من غير خطوبة، اللهم زوجني، اللهم زوجني بعد الدعاء بس. إذا كنت في الخطوبة وعندك حبيب أو عندك خطيب، فلانة اسمه هو
واسم أمه، وبعدها تختمي الصلاة على الحبيب الله والسلام. وبعد الدعاء غادي تاكلي ديك التمرة وتحطي الخاتم في يديك مدة 3 أيام. تاكلي التمرة وغادي ناخدو النواة ديال التمرة او العلفة ديال التمرة تحطيها تحت المخدة ديالك مدة 3 أيام. من بعد 3 أيام اذا كنتي تتخرجي على الدار او تمشي تصلي التراويح، غادي تاخدي معاك هذيك التمرة وانتي غادية في الطريق، تترميها في بلاصة تكون عامرة بالناس، طريق تدي وتجيب، يعني بحال نقولوا مثلا طريق شانطي تيدي وتيجيب، او السوق الطريق ديال السوق الناس تمشيو والناس تيجيو مثلا. غادي تديها الوقت اللي تكوني بدي ترميها، غادي تقولي وانتي على نيتك صافيه وتكون دايره ايمانك بالله ان الوصفه ناجحه 100%، انك مقتنعه وانك دايره النيه، وغادي ترمي التمره في الارض وتقولي رميت عكسي وهزيت سعدي، رميت عكسي وهزيت سعدي، وترجعي للدار تكوني فرحانه وتكوني ما تكونيش يعني مطلع عليك الدم، تكوني معصبه، تكوني فرحانه وتكوني بحال هي صلاه التراويح وتكوني غاده للسوق، يعني تكوني اصلا نفسيتك تكون مرتاحه. بالنسبه للبنات اللي ما تيقدروش يخرجوا برا او الناس اللي في البوادي الله يحسن العوان ولا الناس كلها وظروفها، تقدري تهزي ديك العلفه ديال التمره وتغرسيها في المحبق اللي عندك في الدار او اللي عندك في الجرده وتقولي رميت عكسي وهزيت سعدي. هذه وصفه مجربه 100% وعندها واحد الايمان قوي، عندها واحد القبول قوي، عندها وصفه تتخليك مقتنعه ان هذا الشيء وغادي يكون واقع ليك في الامر الواقع، انك غادي تزوجي هذاك الشهر ولا في الاعياد ديال ما بين رمضان وما بين العيد الاضحى. وصفه ناجحه 100% وانت تكوني على يقين وتكوني على ايمانك انك مقتنعه وتكوني بنيتك صافيه، وراها وصفه مجربه 100% بالناس المقربين. درناها في اول رمضان واليوم تقريبا نصف رمضان، جاو الناس هضروا ما كايناش خطبه بس جاو هضروا للدار، ووصفه قلت نجربها معاكم. نتمنى تجربوها يا البنات، نتمنى تجربوها وبالتوفيق الجميع. وصفه سهله بالتمر، التمر معروف انه سعد البنات، بيفرح، بيكون في الاعياد، بيكون في المناسبات، تيكون في الخطبه تجيبوا التمر، في اي بيت تلقي فيه التمر اول ما تتفطري اول صيامك تتفطري بالتمره. ورمضان رمضان مبارك، وصفه في رمضان مبارك، وصفه مقبوله والحمد لله اعطت مفعول ديالها تقريبا مده قصيره. نتمنى تجربوها ويكونوا على يقين انها سعد البنات كله ان شاء الله غادي يمدوا ايديهم من حنا وكل شيء البنات غادي يفرحوا، المتزوجات المطلقات والبنات والارامل والبنات ان شاء الله اللي مادين ايديهم من حنا وكل شيء غادي يتزوجوا ان شاء الله باذن الله. ونخليكم على وصفه ثانيه ان شاء الله، ومع السلامه.